إلقاء كلمة. مساء الخير. أولا مبروك على الحزب تحت شعار العلم هو الحل البديل. أنا متفائل جدا بفكرة تأسيس الحزب، لأن ده الطريق العملي والقانوني المعترف به للتعامل مع الجهات الرسمية في مصر أو خارجها. وأنا متأكد أن بيننا حكماء هيساعدوا جدا في أخذ القرار الصح في الوقت الصح، لأننا في وقت لاحق هنكون قدام قرارات مصيرية لمصر هتحتاج الحكمة والمسؤولية، بمعنى وضع الأمور في نصابها وتقدير دقيق لإيه اللي ممكن وإيه اللي هو مقبول. الحكمة عاوزة قدرات زي الاجتهاد في التحليل والتفسير، قدرات التفاؤل وقدرة الرؤية خارج الصندوق، قدرات من هذا النوع. وبمناسبة الحكمة والحكماء لازم ندقق في كلام الفيلسوف برناردو شو اللي قال أن الحكمة لا تصنع من تراكمات الماضي ولكن من مسؤولية المستقبل. أنا عندي خبرة عشان عشت أكتر من 50 سنة في اسكندنافيا هنا، فعندي خبرة بالخبرة حزبية، يعني التعامل معهم واكتساب الخبرة والثقافة كانت في منتهى الصعوبة، لأن ثقافتهم مش مختلفة بس عن الثقافة الشرقية، دي مختلفة كمان عن باقي أوروبا. ولذلك كان التغيير صعب، لأنه طبعا كان على حساب المعاناة في المقارنة المستمرة ما بين اللي بيحصل في مصر واللي بشوفه كل يوم هنا في الدنمارك. في حاليا 10 أحزاب. حزب الاشتراك الديمقراطي الدنماركي الحاكم حاليا هو أكبر الأحزاب، بيليه الحزب الفينسترا اللي هو اليمين الوسط. ومن 1953 تبادل الحزبين الحكم معظم الوقت، معظم فترات الحكم، ولكن دايما كان معظم الوقت مع تحالف مع الأحزاب الصغيرة. الأحزاب الصغيرة بتعتبر مهمة لسببين. الأول أنها التقليد أن هي تتخصص في مواضيع سياسية أو اجتماعية معينة، وتتخصص لدرجة أن الأحزاب الكبيرة لازم في وقت من الأوقات تستعين بها. والسبب الثاني أنها بترجح الكفة بين الأحزاب الكبيرة في سباق الانتخابات. الأحزاب الصغيرة تحالفت في الحكم 12 مرة، وأعضاء الأحزاب الصغيرة فازت برئاسة الحكم 8 مرات. وكمان هنا مش لازم يكون رئيس الحكومة اللي بينتخبوه يكون منتمي لأي حزب، لأنه حصل 4 مرات كان بيجي شخصيات مستقلة ملهاش علاقة بالحزب يعني. كل الأحزاب هنا عندها متحدث رسمي، وده هو الشخص اللي بيجهزوه إنه يكون وزير في التخصص بتاعه، ورئيس الحزب بيجهزوه إن هو يبقى بديل لرئيس الوزراء عندما تأتي الضرورة يعني. الدنمارك مصنفة نمرة 5 بين 21 دولة في العالم اللي فيها ديمقراطية كاملة. مصر للأسف ترتيبها 132. المناصب الوزارية هنا مناصب سياسية بتختار على أساس الكفاءة، طبعا ما فيش هنا محسوبية ولا أهل الثقة والكلام العجيب اللي بيحصل في ديواننا يعني. فمثلا وزيرة الداخلية عمرها 32 سنة، كان ساعة انتخابات 2019، ما عندهاش أي، ما هياش شرطة، ما هياش عندها أي خلفية شرطية، ودراستها علوم، مجرد علوم سياسية. وكمان وزيرة الدفاع عندها 31 سنة في 2019، عمرها ما خدمت في الجيش، ما عندهاش خلفية جيش، ولكن ودراستها اقتصاد، ولكن تبقى مناصب سياسية وهكذا يعني. الحزب بتاعنا يعني نحب جدا ان هو يكون حزب مختلف، واذا حبينا ان هو يكون مختلف ومتميز عن الأحزاب التقليدية، فلازم نعرف الأسباب نجاح الأحزاب اللي هي نجحت في الدول المختلفة.
وطبعا لازم يبقى عندنا ميزة المحتوى البرنامج، وده عندنا طبعا البرنامج الاقتصادي هو الركيزة بتاعة الحزب. وكمان لازم يكون اسم الحزب وشعاره تكون مختصرة وجذابة وهكذا. على مدى التاريخ النظام المدني الديمقراطي هو النظام لغاية دلوقتي هو الوحيد اللي نجح وأثبت أداؤه على مدى التاريخ. وأي التفاف حوالين السكة دي أن هو النظام المدني الديمقراطي، أي التفاف حوله بيبقى مضيعة لعمر الشعوب، وبيبقى تضييع للجهد وتضييع للأموال. وأي مسميات زي مثلا المستبد العادل والإسلام الوسطي والدكتاتور الرحيم، السلطوية العادلة، الخلافة الإسلامية، كلها أنظمة كانت محاولة التفاف عن الطريق الصح اللي هو الطريق الديمقراطي، ولذلك ما فيش ولا حاجة نجحت منها يعني. كل الأحزاب اللي نجحت في العالم كانت بسبب شرط واحد أساسي، إن هي لا تقحم الجيش ولا الدين في السياسة. وحتى في أوروبا هنا الأحزاب وأن اختلفت، إنما كلها حوالين يعني لا تبعد عن الشرط ده كشرط أساسي. وحتى لما يبقى الاسم زي الاسم الحزب في حزب اسمه حزب المسيحي في ألمانيا، طبعا ده ملوش علاقة خالص بالدين كشرط أساسي يعني، ومجرد تقليد إن يبقى فيه الحزب المسيحي يعني. وحتى معظم أوروبا علمها عليها الصليب، وده برضو ملوش أي علاقة بأن هي بلد بتقحم الدين في سياستها إطلاقا يعني. حتى أنه في مشروع أن هم يغيروا كل الأعلام اللي فيها الصليب لأعلام أخرى يعني. فإذا استطاع حزبنا النجاح في المهمة دي، الشرط ده، فاحنا هنكون مختلفين طبعا من باقي الأحزاب في كل الشرق الأوسط، لأن زي ما احنا عارفين الأحزاب هناك إما ورقية في نظام ديكتاتوري سلطوي زي اللي في مصر، أو أحزاب رجعية وقبلية زي في دول الخليج، أو فاشية دينية زي في إيران. لما نبص على زمان، حزب الوفد كان هو أعرق حزب في مصر، تأسس لهدف استقلال مصر سنة 1919 حتى انحل في 1952، وبعدين رجع أيام السادات شوية. والسبب نجاحه كان لأنه شعبي ليبرالي ببساطة يعني. المؤسسين بتوع تكنوقراط مصر لهم دور طبعا في نشأة الحزب واستمرارياته. دور المؤسسين هو التخطيط لكل فترة على حدة، وضمان اندماجها وتلاحمها في الفترة التالية. حاليا احنا في الفترة اللي في حاجة ماسة بالنسبة لمصر لاستقطاب الشعب بدقة في اتجاه مباشر للحقائق، لأن اللي بيحصل عادة زي المثل ما الصيني بيقول: مع انك بتشاور على القمر بصباعك، ولكن كل الناس بتبص على صباعك مش بتبص على القمر. وده اللي بيحصل في معظم الأحيان، واللي النظام في مصر بيستغله كويس جدا لتشتيت الشعب بتاعه. مع اني من بين اللي بيدعو مباشرة لدولة مدنية ونظام برلماني كما هو الحال في جميع الدول الديمقراطية، حتى لو أدى إلى ثورة زي ثورة 25 يناير، إلا أن خطورة الوضع الحالي في مصر يدعونا مضطرين جميعا لوقفة للتفكير. أنا في رأيي أن إحنا نخطط على مستويين. المستوى الأول، نبدأ بمحاولة جادة لحوار ثم لوفاق وطني مع النظام يناسب الجميع على طريقة وين وين، علشان نتجنب إسقاط الدولة وتعريض الوطن إلى انقسام أو تعريضه إلى فوضى وزعزعة الأمن والاستقرار وكل الحاجات دي، أو حتى نتجنب تعريضه للاستغلال من التيارات السياسية والدينية المختلفة من غير الحاجة إلى مظاهرات واحتجاجات أو سفك للدماء وما إلى ذلك. لكن بشرط أساسي
أن يكون معظم الشعب يساندنا شرط هام، وهو عدم تدخل الجيش في السياسة، أسوة بعدم تدخل الدين في السياسة. يعني يقبل الجيش وتقبل جميع التيارات الدينية بهذا الحل، وتقبل كده سلميا. يعني المستوى الثاني يكون جاهز بكل تفاصيل في حالة عدم قبول الطرح في المستوى الأول، أن نستعد بالدعوة إلى انتفاضات ثم اعتصامات ثم تصعيدها إلى إضرابات للعمل وندعم النقابات فيها، ثم إلى مظاهرات عامة لقلب النظام إذا اضطررنا لذلك. طبعا يكون في خطة لتجنب أخطاء اللي حصلت في 25.